والله يا جماعه عسل 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 والله. اكبر قلعه رياضيه في مصر النهارده بتروجيت اديتها مع العينين. اه والله اه والله اكبر قلعه النهارده بتروجيت اديتها مع العينين. تاني خبر، العيال بتوع الاهلي راحوا النهارده لعبوا في كاس مصر في قلب قلعه، في قلب نادي الزمالك اكبر قلعه رياضيه في مصر، واديتهم على عينيهم 3-2 وطلعتهم من كاس مصر. طب تالت خبر بقى، سوبر افريقي بتاع المنشطات. بعد ماتش السوبر جابوا لعيبه وخدوا منهم شويه تحاليل كده، منهم اللاعب الجديد اللي هم جايبينه اثبتوا عنه انه عنده منشطات. ما انت يا ابني لازم تلعب الاهلي بالمنشطات، امال هتلعب الاهلي ازاي؟ ده انت لو ما لعبتوش بالمنشطات يعني الاهلي هي يعني مش عاوز اكمل بقى. و... ونرجع للمثل اللي بيقول ايه، المثل اللي بيقول ايه بقى، الله العظيم البطوله الحلال اهي. يعني انتوا مش مكسوفين من الكلمه ديت دلوقتي؟ يعني ايه البطوله الحلال اهي؟ يعني ايه تاخد منشطات يا عالم يا جحد منشطات. يلا 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 السوبر المصري جاي على فكره، السوبر المصري جاي ماشي، السوبر المصري جاي، وانتوا قلتم ان سيراميكا اصعب من الاهلي تمام. فانا واحد اهلاوي بتمنى ان الاهلي، ان انت يا زملكاوي تكسب، ان فريق الزمالك يكسب بيراميدز ويتقابل الاهلي في النهائي. بس يعني عشان نشوف بس موضوع اللي كل شويه فريق على عينه ده. يعني لسه فريق الحريم لسه اللي عندنا في الاهلي لسه واخدينكم فرض في قلب القلعه جوه هناك برضه، لسه واخدينكم هناك برضه بيديكوا على عينيكم يعني ماشي. والله اللقب ده جايبينه الاكبر قلعه رياضيه في مصر والله العظيم. سلام.